90% من الناس اللي مش بتاخد كفايتها من اوميجا 3 هتلاقي عندهم صداع وقلق وقولون ودهون وقله تركيز ونسيان، وكل ده بسبب ان هم مش بياخدوا اوميجا 3. ايوه والله العظيم. تعال اقول لك يعني ايه اوميجا 3. بص، هي مش مكمل، هي احماض دهنيه جسمك بيحتاجها كل يوم، واهم نوعين بيشتغلوا جواك هو الاي بي اي والدي اتش اي. الاي بي اي ده بتشبهه بالمطافي لانه بيطفي الالتهابات، والدي اتش اي ده الماده الخام للدهون في المخ والاعصاب. وعشان تبقى فاهم حجم الكارثه، مخك 60% دهون، ومعظم الدهون دي من الدي اتش اي. يعني من الاخر الاوميجا 3 شبه البنزين 95، ولما بيبقى ناقص في مخك بيبقى شغال بالسولار. طيب ايه علاقه الاوميجا 3 بالالتهابات؟ جسمك بيولع لوحده طول اليوم، هل ده طبيعي؟ طبعا مش طبيعي. لما اكلك يبقى فيه زيوت نباتيه ونوم سيء وسكر ومفيش رياضه، هنا تظهر الاوميجا 3 زي الراجل اللي بيخش القعده ويفض اي خناق، لانها بتهدي الالتهابات وبتصلح الخلايا، تقلل وجع الاعصاب، وبتمنع الدهون تتاكسد. الاي بي اي والدي اتش اي مضاد التهاب طبيعي واقوى من مسكنات كتير، ومن غير ما تدخل نفسك في حوارات. طب ايه علاقه الاوميجا 3 بالقلب؟ انت فاكر ان قلبك محتاج دواء؟ بالعكس، حابب اقول لك ان تصلب الشرايين بيساوي ضغط عالي زائد دهون زائد زياده جلطات. والاوميجا 3 تعمل ايه بقى؟ بتقلل الدهون الثلاثيه 30 او 40%، بتمنع التجلط وبتقلل تصلب الشرايين، بترفع الكوليسترول النافع اللي هو اسمه اتش دي ال، وبتقلل الكوليسترول الضار اللي هو اسمه ال دي ال. يعني ببساطه لما تاخد اوميجا 3 احتمال الجلطات بيقل جامد. طيب ايه علاقه الاوميجا 3 بالمخ؟ دي بقى الحته اللي الناس بتهرب منها. لو ناقصك دي اتش اي ده هيساوي قلق واكتئاب، فرط حركه عند الاطفال، ونسيان ونوم متقطع. ودراسات كتير اثبتت ان اللي بياخد دي اتش اي باستمرار تركيزه بيبقى اعلى ومزاجه احسن ونومه امتع وقراراته اذكى. طب ايه علاقه الاوميجا 3 بالمناعه؟ الاوميجا 3 بتعمل ريست للجهاز المناعي، لانها بتقلل مستوى الالتهاب في الجسم وتنظيم الاستجابه المناعيه، وبتنظم ميكروبيوم الامعاء، وبتقلل التهيج وبتحسن المفاصل والجلد والهضم. طيب ناخدها منين؟ تعال اقول لك افضل المصادر الطبيعيه من اوميجا 3: سردين، سلمون، ماكريل، انشوجا. ولو مش بتاكل الاكلات اللي انا قلتها دي ممكن تاخدها عن طريق مكمل، والافضل انك تختار مكمل يكون تركيز الاي بي اي والدي اتش اي يكون عالي من 1000 ل 2000 مللي جرام حسب حالتك وبتنسيق مع الدكتور. وافضل نوع موجود في السوق دلوقتي قيمه مقابل سعر هو الاوميجا 3 ليميتلس. طب مين محتاج اوميجا 3 اسرع من باقي الناس؟ اللي عنده ضغط عالي ودهون ثلاثيه وقولون واكتئاب وقلق والتهابات وكبار السن وفرط الحركه عند الاطفال واللي بياكلوا زيوت نباتيه كتير. الخلاصه الاوميجا 3 مش رفاهيه، ده طوب اساسي في جسمك، ولو ناقص جسمك ينهار في صمت، ولو موجود جسمك هيهدى وحرفيا مخك هينور. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيه عشان يوصلك كل جديد. اوعى تستلف راحتك على حساب صحتك، لان صحتك اغلى ما تملك. سلام.